بيبدأ الفيلم بواحد اسمه لي وهو في سجن، وبيكون مدير السجن بيمر على المساجين ويحدف مدير السجن ليه صور الأطفال اللي بيشغلهم معاه في شغله المشبوه، ويقول له إن هيدفع تمن اللي عمله في الأطفال دي. وبيجي مسجون من ورا الحراس ويضرب واحد من الحراس بسكينة في رقبته وياخد سلاحه، وبعدين بيضرب باقي الحراس بالنار والحراس بيضربوا عليه نار لغاية لما يموت. في الوقت ده بيمد ليه ايده ويمسك مدير السجن من ايديه ويخبط دماغه في الباب وياخد سلاحه ويضرب ليه الرصاص على باب الزنزانة ويفتح الباب ويخرج ويحط ليه السلاح على الأرض ويضرب مدير السجن بإيده ويقتله ويفتح ليه باقي المساجين ويقول لهم ياخدوا أسلحة الحراس اللي ماتوا. ولما يجي يخرج المساجين بيلاقي باقي الحراس ويضربوا على بعض نار وتقوم معركة كبيرة بينهم، فيخلص المساجين والحراس على بعض وبيخرج ليه من السجن وسط جثث الحراس والمساجين. وفي يوم بيلاقي صياد اسمه روملي واحد فاقد الوعي على الشط، فياخده ويوديه المستشفى، وهناك بتتابع دكتورة ايلين حالته بس بيكون فاقد الوعي وجسمه مليان جروح وبيكونوا مش عارفين هو مين فيسموه اسماعيل. وبتفضل دكتورة ايلين جنبه تتابع حالته لغاية لما في يوم بيفوق اسماعيل من الغيبوبة، فيحاول انه يتحرك وينزل من على سريره بس بيقع على الارض، فتفحصه دكتورة ايلين ويسألها هو فين، فتقول له دكتورة ايلين انه في المستشفى وتسأله عن اسمه وعن اهله بس بيكون فاقد الذاكرة وناسي كل حاجة عنه. وبتجيب له دكتورة ايلين مراية عشان يشوف نفسه فيفتكر اي حاجة عن نفسه، فيشوف اسماعيل الجرح اللي في راسه فيفتكر ان في حد ضرب عليه نار في راسه. وبعد كده بيروح اسماعيل يعمل اشاعة وبيظهر في الاشاعة شظية او حاجة غريبة في جمجمته، وبتاخد ايلين اسماعيل ويروحوا يقعدوا على البحر وتقول له ايلين ان ده المكان اللي لقاه فيه الصياد روملي، وبيسلم عليهم روملي الصياد. في الوقت ده بيكون ليه بيعقد صفقة اسلحة ومخدرات مع تاجر تاني، وبيكون التاجر ده زعلان من ليه ومش عايز يشتغل معاه تاني عشان اسلحة ليه بتكون بايظة والمخدرات مغشوشة. وبيكون التاجر ده جايب معاه حراس كتير عشان يخلصوا على ليه، وبتشتبك رجالة ليه مع رجالة التاجر ده. وبعد كده بيطلع التاجر مسدس عشان يقتل بيه ليه، بس ليه بيمسك ايده ويضربه في رقبته بعصيان الاكل فيموت، وبيقتل ليه باقي الحراس ما عدا واحد، فيقول لليه ان عنده معلومات هيحتاجها، فيقول لليه ان اليوم اللي هرب فيه من السجن الناس لقت راجل على الشط فودوه المستشفى، وبيقول له ان سمع ان الراجل ده واحد من رجالته. وبعد كده يضربوا ليه برصاصه في ودنه ويقول له يروح يتعالج في المستشفى عشان يتاكد من معلوماته. ويروح الشخص ده المستشفى وتعالجه دكتوره ايلين، فيسال دكتوره ايلين عن اسماعيل ويقول لها ان كان في واحد هنا لقوه على الشط وانه عايز يعرف مكانه، ويبدا يهدد ايلين عشان تقول له مكان اسماعيل. فيجي اسماعيل يمسك ايده ويبعده عن ايلين، بس بيجيب الشخص ده ازازه ويكسرها على دماغ اسماعيل، فيقوم اسماعيل يثبته ويفك خزنه مسدسه ويسيبه اسماعيل يمشي من المستشفى. وبعد كده تسال ايلين اسماعيل عن الراجل ده وتقول له انه خطر عليه انه يفضل هنا في المستشفى، وتوري ايلين اسماعيل حاجه غريبه في الاشاعه بتاعته وتقول له انه لازم يروح مع جاكرتا عشان هناك عندهم معدات تخليهم يشيلوا الاجسام دي بسهوله من جمجمته. وتدي ايلين اسماعيل تليفون وتسجل له عليه رقمها عشان لو احتاج حاجه، وتقول له انها هتسافر جاكرتا ولما يحب يتعالج من الشظيه اللي في راسه يسافر لها هناك. ويودع اسماعيل ايلين وتقول له ايلين انها مش هتتخلى عنه، ويبدا اسماعيل يفتكر حاجات مش مفهومه بالنسبه له، ويروح اسماعيل يوصل ايلين للاتوبيس اللي هتسافر بيه، وبيكون رجاله ليه بيراقبوا اسماعيل وايلين. وفي الطريق بتوقف عصابه ليه الاتوبيس ويقتلوا السواق، وبعد كده بتطلع العصابه الاتوبيس ويدوروا على اسماعيل، فتتصل ايلين باسماعيل عشان يلحقها، وبتضرب العصابه النار على الركاب، وبيتبقى ايلين وبنت صغيره، فتسال العصابه ايلين عن اسماعيل ويهددوها بالقتل هي والبنت. وبيوصل اسماعيل للاتوبيس ويدور على ايلين بس مش بيلاقيها، وبيلاقي النضاره بتاعتها، ويطلع واحد من العصابه الاتوبيس ويحاول يقتل اسماعيل بسكينه كبيره، بس اسماعيل بيمسك ايده ويكسر دراعه، ويجي واحد تاني من العصابه ويضرب اسماعيل، ويجي واحد تالت يرش على اسماعيل بنزين ويحاول يحرقه ويولع في العربيه، فيحاول اسماعيل انه ياخد الولاعه منه، ويلاقي اسماعيل فوارغ طلقات قدامه فياخد واحده منهم يضرب بيها الشخص اللي بيهاجمه في عينه، وياخد اسماعيل منه الولاعه ويقفلها، بس بيجي واحد تاني من العصابه ومعاه شعله نار ويولع في الاتوبيس، وينزل ويقفل الباب، ويحاول اسماعيل يفتح الباب بس ما بيقدرش، فيروح يكسر ازاز الاتوبيس ويقع بره الاتوبيس، ويشوف واحد من العصابه فيحاول يدخله الاتوبيس مره تانية، بس اسماعيل بيضربه ويدخله هو الاتوبيس فالنار تمسك فيه. وفي الوقت ده بيجي واحد ويرفع سلاحه ويضرب اللي بيتخانق مع اسماعيل بالنار، وبيكون هيضرب اسماعيل بالنار بس بتيجي الطلقه في روملي الصياد، ويروح اسماعيل يطمن على روملي بس بيكون مات. في الوقت ده بيجي ضابط شرطه ويقبض على اسماعيل. في الوقت ده بتكون عصابه ليه خدت الدكتوره ايلين والطفله رهاين عندهم، ويبدا الضابط يسال اسماعيل عن روملي وايه اللي حصل في الاتوبيس، ويقول اسماعيل ان دكتوره ايلين كانت موجوده في الاتوبيس ده بس ما لقاهاش لما جه، وبيكون الضابط مش مصدقه وعارف انه مجرم خطير، ويوري الضابط صوره ليه لاسماعيل ويساله عنه، بس اسماعيل بيكون ناسي كل حاجه، فيساله اسماعيل عن علاقته بليه، فيوريه الضابط صورته مع ليه وبيقول له انه كان واحد من اهم رجالته. وفجاه النور بيقطع ويسمع الضابط صوت ضرب نار بره، فيقوم يبص من الشباك فيضربه واحد بسكينه في راسه، وبيكون اسماعيل متكتف في المكتب ومش عارف يقوم، وبيدخل عليه الراجل اللي قتل الضابط وبيضرب اسماعيل بالسكينه بس
بس الضربه بتيجي في الحديد فتكسره، ويشيل اسماعيل المكتب ويضربه بيه ويقدر انه يتخلص منه. وبعد كده بتتحدف قنبله قريب من اسماعيل وتنفجر، فيمسك اسماعيل ترابيزه عشان تخفف قوه الانفجار، ويجي 2 من العصابه ماسكين اسلحه ويضربوا نار على اسماعيل لغايه لما رصاصهم يخلص، ويدوروا على اسماعيل في كل مكان. ويحاول اسماعيل انه ياخد من واحد من العصابه السلاح بتاعه بس ما يعرفش، فيستخبى تحت المكتب، ويشتبك اسماعيل مره تانية مع المجرم، فياخد اسماعيل منه البندقيه ويضربه بالنار ويخلص منه. ويجي واحد تاني من العصابه وبيكون سلاح اسماعيل فضي من الرصاص، فيشتبك معاه بايده ويضربه بالتليفون على راسه، وبيكمل اسماعيل ضرب فيه لغايه لما يموت. وبيسمع اسماعيل صوت تليفون واحد من العصابه، فيرد اسماعيل على التليفون ويقول ليه ما يقتلوش اسماعيل ويعرفوه ان ايلين معاهم. فيقول له اسماعيل ان جاي له في الطريق، فيعرف ليه صوت اسماعيل ويبعت له اللوكيشن اللي هم فيه، ويركب اسماعيل موتوسيكل عشان يوصل بسرعه لايلين، ويوصل لغابه ويكمل الطريق على رجله لغايه لما يوصل لبير، ويفتكر انه كان عايش هو والاطفال وهم صغيرين في البير ده وكانوا بيتخانقوا على الاكل والشرب. ويقابل اسماعيل هناك صاحبه بيسي ويقول له ان ده البير اللي كان ليه بيحطهم فيه وهم صغيرين ويسيبهم بالايام من غير اكل او شرب. ويقول بيسي لاسماعيل ان القدر اختار له انه يبدا حياه جديده، بس اسماعيل بيقول له ان لازم يرجع تاني ليه عشان يلحق ايلين. ويمسك بيسي عصايته لاسماعيل فيرفع اسماعيل سلاحه عليه، بس بيسي بيختفي من قدام اسماعيل وبيطلع على شجره، وفجاه بينط بيسي على اسماعيل ويشتبك معاه ويضرب اسماعيل وبيسي بعض جامد، وبتيجي ضربه قويه في جسم بيسي فيحس انه بيموت، فيمشي من المكان ويروح اسماعيل يشوفه فيلاقيه مات خلاص. وبتيجي واحده اسمها ريكا من عصابه ليه وتضرب النار على اسماعيل لما تلاقي بيسي مات، ويهرب منها اسماعيل وتروح ريكا تدور على اسماعيل وتلاقيه، وتبقى لسه هتضربه بالنار بس اسماعيل بيحدف رمله على وشها وياخد منها المسدس ويفتكر ان هي اللي ضربت النار على راسه قبل كده، وتقول ريكا ان هو خان ليه وهي لما ضربته بالنار كانت بتنفذ كلام ليه اللي رباهم. ويقول اسماعيل انه مش عايز يقتل حد تاني من اصحابه اللي اتربى معاهم، وتلف ريكا وتوقع المسدس من اسماعيل وتطلع سكينه وتحاول تضرب بها اسماعيل، بس اسماعيل بيوقعها على الارض فتضربه ريكا بالسكينه في رجله وتوقعه، ويوقع اسماعيل منها السكينه ويسيبها ويمشي، بس ريكا بتهجم عليه وتضربه فيضربها اسماعيل ويوقعها على الارض، ويشوف اسماعيل السكينه وياخدها قبل ريكا، وتفكر ريكا اسماعيل بذكرياتهم زمان، ويقول لها اسماعيل تبعد عن ليه، بس ريكا بتطلع مسدس وتضرب نار بعيد عن اسماعيل، بس اسماعيل بيخاف فيحدف السكينه اللي معاه وتيجي في ريكا وتموت، ويتصل اسماعيل بليه ويقول له ليه يرجع يشتغل معاه تاني وكل حاجه هتتصلح. في الوقت ده بتسمع ايلين صوت بره الاوضه اللي محبوسين فيها، ويدخل مجرم من عصابه ليه ويكون عايز يعتدي على ايلين، بس بتاخد ايلين السلاح بتاع المجرم وتقدر ايلين انها تقتله، وتقوم ايلين والطفله عشان يخرجوا من الاوضه دي، ويقابلوا واحد تاني من العصابه فتضربوا ايلين بالنار، ويلاقوا في طريقهم حراس كتير ويضربوا على بعض نار، بس ايلين سلاحها بيفضى وتلاقي سكينه قدامها فتمسكها. في الوقت ده بيجي اسماعيل ويقتل رجاله ليه وينادي على ايلين، وايلين بتفتكره انه معاهم فترفع عليه السكينه، فيقول لها اسماعيل انه فعلا كان معاهم وكل اللي حصل له ده بسبب انه قرر انه يبعد عنهم وعشان كده ضربوا على راسه نار، وتصدقوا ايلين وتسيب السكينه. في الوقت ده بيدخل ليه ويضرب اسماعيل وايلين ويسال ليه اسماعيل عن ريكا، فيقول له اسماعيل انها ماتت وانه خلاص مش هيشتغل معاه تاني وهيحتفظ بالاسم اللي ايلين اختارته له، ويضرب ليه اسماعيل ويوقعه على الارض، فيقوم اسماعيل يشتبك معاه ويمسكه ليه من رقبته ويجره على الارض، ويضرب ليه اسماعيل ضربات قويه على راسه ويخبط راسه في الحيطه، فيقع اسماعيل على الارض ويروح ليه عشان يضربه بالبوكس في وشه، بس بيبعد اسماعيل فيضرب ليه الارض، وبعد كده بيقوم اسماعيل وليه ويكملوا ضرب في بعض، ويضرب اسماعيل ليه ضربات قويه في ضلوعه ويديله ضربه قويه في وشه، فيخرج ليه من المكان بسرعه ويخرج ورا اسماعيل ويشتبكوا مع بعض مره تانية، وبيقدر اسماعيل انه يرفع ليه على غصن شجره مدبب فيدخل في صدره ويحاول ليه يقرب اسماعيل منه عشان فرع الشجره يدخل في رقبته ويموت معاه، بس بتيجي ايلين وتقدر انها تبعد اسماعيل عنه، وبعد كده بيروح اسماعيل وايلين المستشفى في جاكرتا ويعمل اسماعيل العمليه ويشيلوا الشظيه من جمجمته، وتفضل ايلين جنبه قلقان عليه ويحرك اسماعيل ايده وراسه فتفرح ايلين النفاق ويخلص الفيلم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.